سورة العنكبوت بدأت بسؤال كبير. هو اللي بيقول آمنت هيمشي كده من غير ما يتعرض لاختبار، من غير ما يثبت إنه صادق؟ ربنا بيقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يعني الإيمان مش كلمة، الإيمان مسؤولية وتكليف وجهاد وصبر. وفي آخر السورة ربنا بيرد على السؤال اللي ممكن أي مؤمن يسأله وهو بيقرأ عن الفتن دي: طب إيه الحل؟ إزاي أعدي من الفتن دي؟ هيجي الجواب في القاعدة العظيمة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني اللي بيجاهد نفسه ويصبر ويثبت ويمشي في طريق ربنا بإخلاص، ربنا هيهديه ويفتح له أبواب الخير ويوصله لبر الأمان. الآية دي مش بس عن الجهاد بالسيف، ده عن كل أنواع الجهاد: جهاد النفس، جهاد الهوى، جهاد الشيطان، جهاد الدنيا. يعني كل مرة بتقاوموا فيها هواكم أو بتصبروا على فتنة أو بتكملوا في طريق الدعوة رغم التعب، انتوا دخلتم في معنى الآية. والشرطين اللي ربنا حطهم واضحين: المجاهدة يعني تبذل مجهود مش تستسلم ومش تمشي مع التيار، والإخلاص يعني تعمل لله مش علشان شهرة أو مدح أو مصلحة. واللي بيبدأ بإخلاص لازم يحافظ عليه، لأن النفس ساعات بتتلون والنية بتتغير والشيطان بيحاول يدخل من أي باب. ابن القيم قال: أعظم الناس هداية هم أكتر ناس جهلوا. يعني لو انتوا بتربوا أولادكم أو بتصبروا على البلاء، الآية دي ليكم. ولو انتوا بتجاهدوا نفسكم علشان تصلوا أو تلتزموا أو تسيبوا ذنب، الآية دي ليكم. ولو حسيتوا يوم إنكم تعبتوا أو إن الطريق طويل، افتكروا إن ربنا وعد لنهدينهم سبلنا. يعني مش بس هيديكم طريق واحد، لأ، هيفتح لكم سبل، أبواب، فرص ونور وتوفيق.